سلام بنات، كاملين لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. غادي نحضر معكم هاد إيلاضو اللي تيجي ولا اروع، تيجي غزال البنات. واهم حاجه المقادير جد بسيطه، ولكن المذاق تيجي غزال. تعملوه لوليداتكم يبردوا به هذا الصيف، تيجي اكثر من رائع. بلا ما نطول عليكم، خليكم مع المقادير وطريقه التحضير، والطريقه اهم من الوصفه. اول حاجه بديت بها البنات، خديت الكاسرونه عملت فيها 500 غرام ديال الفخومباز اللي عندي مجمد، وكاس الربع ديال السكر حبيبات، وغادي نعملو فوق النار البنات. غنخليه حتى يذوب لي داك الفخومباز مع داك السكر، بحال ينشف لي شويه، يعني ما نخليهش حتى ينشف مره يعقد، ولكن نخليه يطيب شويه، يدخل مع الطياب باش يتسمعس لي. صافي خويته البنات هنايا، وغادي نغطيه بلاستيك غذائي ونحطو على جنب حتى يبرد، وندوز باش نعمل معكم المرحله الثانيه. ندوز المرحله الثانيه. عندي خديت الكاسرونه البنات، خديت 3 ديال البيضات بحجم كبير، ناخذ لهم مع الصفر ديالهم البنات، وغادي نخلي يعني البيض ما نعملوش، نحاول ما ناخذلوش البيض اصفر. عملته البنات كما قلت لكم اصفر ديال البيضه، وغادي نعمل عليه نص كاس ديال السكر حبيبات، ونعملو غادي نضربو مزيان باش ينسجم لي داك البيض مع السكر مباشره. غادي نعمل عليه معلقه صغيره ديال الفاني السائله، يمكن لكم تعوضوها بالصبري ديال الفاني، وغادي نعمل عليه كاس ديال الحليب بارد البنات، ونخلط مزيان، يعني نخلطو ونعملو فوق النار حتى كما عودتكم في الفيديوهات اللي قبل ديال لاكلاص، حتى تبغي تطلع فيه الغليه. صافي غادي نطفي العافيه. كما شفتوا البنات، صافي حيدته من فوق النار وانا تنحرك. غنعمل عليه داك الفخومباز ديالي، وغادي نضربو مزيان بالضرب اليدويه البنات، باش بحال اللي تنمعس داك الفخومباز، ما يبقاش يعمدي هيداك الطريفات، يعني يبقى هيداك غليظ كما تشوفوا، يعني تنضربو ما تنحيدش يدي منه. ويمكن لكم البنات، يمكن لكم تعملوا مثلا، انا هاد الكميه هذه راه عملت بها هذيك على شكل بولو، وخليت منه شويه لان انا تعجبني بلا الشوكولات، خليت منه، يعني ماشي الكميه اللي تنعمل المقادير اللي عطيتكم، يعني راه خليت على جنب هيدا حيت انا تعجبني بلا الشوكولات. خديت البنات 200 ملل ديال النطا اللي بارده، غادي نطلعها بحال الشكل كما قلت لكم، تنقول لكم دائما، يعني ما تضربوهاش تطلع، غتخليوها بحال شكل موس. صافي جاني ديك الغرة صغير، خويتها في هذا البول كبير، وغادي نضيف عليها هذيك الفخومباز ديالي مع هذيك البيضات اللي عدلت في الاول، وانا تنضرب بشويه البنات، ما تجهدوش يتضرب، لان باش ما طيحناش ديك النطا، يعني بشويه غنحيد الضرب، وغادي نبقى نخلط البنات، ننسجم الخليط ديالي مزيان باش ينسجم مع بعضياته. وصافي ها هو واجد. نعملو في الجيم الحلواني، واللي يمكن لكم تعملوها بواحد المعلقه. وغادي ناخذ البنات السيليكونه ديال الشكل ديال البورو اللي غادي نعمل بها، نعمل العويدات ديال، انا عملتها عندي هذا الحجم كبير وعندي الحجم الصغيور. في الحقيقه انا الصغيور تيجيني حسن، تيجي داك سميتو حلو اللي عندكم. صافي خديت داك المانكا ديالي تنخوي فيها باش ما يتجخطليش، وكما قلت لكم يمكن لكم تستغنوا على المانكا، تعملوها واحد المعلقه تخويو بها. غادي ندخلوا البنات المجمد، وغادي نخليه ليله كامله في المجمد حتى يشبر لي راسو مزيان، يعني حتى يبرد. نغطيه بلاستيك غذائي ونخليه في المجمد البنات حتى لا غبدا ليه عاد درسو، عاد يعني جبدته كان جامد عندي. خديت البنات، انا الفيديو تحذف لي من كنت نعمل الشوكولات، خديت الشوكولات راه معروف البنات، دوبته بحمام مريم، عزت عليه واحد 3 المعالق كبار عامرين ديال الزيت نباتيه، وعملت فيه ثم شويه ديال اللوز مهرمش، وغادي نغطس فيه هاد الاضو ديالي البنات. انا تنوريكم، يعني هيدا انا تناكلو كما قلت لكم هيدا، يعني راه خليت ديك الكميه قلت لكم اللي عملتكم، راه ماشي هي كامله هي اللي عطاتني، راه بقى لي خباتو بواحد البول، تناخذو بحال الشكل ديال الاضو اللي تنعملو بولات، هيداك تيحمقني. هيدا كما تشوفوا تنغطس داك لاكلاص ديالي وفت الشوكولات مع داك اللوز اللي فيه،
وتنحطو في واحد البابيل ديال لورنو البنات هيدا باش ينشف لي دغيا تينشف راه في البلاصه تينشف. وتشوفوا الشكل النهائي ديال لاكلاص ديالنا. هادو الصغيوران البنات كما تنوريكم راه تيجيو حلوين هاد الصغيوران هذا ساهل الى ضوء البنات ولكن تيجي اكثر من رائع. غادي يعجب وليداتكم قبل ما يعجبكم نتوما. شوفوا المنظر ديالو البنات كيفاش تيجي. اما المذاق ديال داك الفخومباز تيجي اكثر من رائع. ويمكن لكم تبدلوا حتى الصابور تعملوا ديال المانغو تعملوا ديال اي صابور ديال البنان البنات الصابور اللي تيعجبكم تيجي ولا اروع. كما قلت لكم غادي يعجب وليداتكم قبل ما يعجبكم نتوما. وحتى لهنا تنتمنى الاقتراح ديالما يعجبكم وغادي نضرب لكم موعد حتى الفيديو قادم. في امان الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسلامه.